الله يخليك يا كابتن، صح. استاذ كامل، مش عارف حضرتك سمعت الاستاذ محمد ياسين ولا لا، بيقول يوم السبت احنا عندنا اجازه جمعه وسبت، وبقول له ما الاتحاد الكوره قال لي انا ماليش دعوه باتحاد الكوره، انا ما بفتحش يوم السبت وانا عندي اجازه، وقال انا ما حدش تقدم باي قايمه، بل بالعكس ده هم جايين يستفسروا بس عن فتح باب القيد امتى، مع ان مصر كلها عرفت ان 17 يوليو مناطق ما جالهاش جوابات رسميه بفتح باب القيد، ورغم كده السيد حمدي اتأيد، رغم ان منطقه السويس ما جالهاش فاكس رسمي بفتح باب القيد. طب مين أيد سيد حمدي في المنطقه في السويس؟ ومين خلى سيد حمدي يلعب امبارح رغم ان هو قايمه ثانيه باستثناء؟ ورغم ان كل الناس عارفه ان 17 يوليو ده فتح باب القيد لجميع انديه مصر في الاتحاد الدولي. رايك في هذا الكلام؟ ايوه، انا بقول لك يعني برضه موقف المنطقه غامض جدا بالنسبه لنا، منطقه بورسعيد. يعني وصلنا للمنطقه ديت يعني موجوده عشاننا، وياما فتحوا الابواب وياما فتحوا الشبابيك وفتحوا كل شيء على مدى تاريخ الانديه. لكن انا مش عارف الفتره دي بالذات ليه بيتخذ هذا الموقف. انا نفسي مره الاقي رد لهذا الكلام، لان طبعا يعني حاجه بتعمل احباط شديد جدا لنا كمسؤولين، واحنا في الاخر يعني بنخدم جمهور وبنخدم نادي في النهايه، ما عملناش اي مصلحه ثانيه الا خدمه هذا النادي وهذا الجمهور بس يعني. استاذ كامل معلش، انا معايا اوراق وحضرتك بعتها لي وعقد اللاعب. ايوه، انا عايز حضرتك تحكي لي القصه كده واحده واحده عشان الجمهور او المشاهد يفهم، سواء اللي بيشجع النادي الاهلي او بيشجع النادي المصري، لان هو الاكثر اهتماما بالموضوع دوت. شديد قناوي عقده مع الحاج سيد متولي 3 سنين صح؟ ينتهي نهايه السنه الجايه. ينتهي مع الحاج سيد متولي ينتهي نهايه السنه دي ولا السنه الجايه؟ لا سنه، ليه سنه كمان. ليه سنه كمان. انت جيت بعد ما تم التجديد لامير عبد الحميد وهاني سعيد وعبد السلام نجاح. سعيد وعبد السلام نجاح، وقعدنا مع احمد شديد. ايوه، طلب من حضرتك ايه؟ واتفقنا على الماديات وذات العقد وكل شيء، ومضينا عقد لمده 2 سنين، وهو قال طب انا حمد السنه الجايه كمان، السنه اللي بعدها اللي هو 2012 2013 زياده، بس يعني انا عاوز يكون فيها شرط جزائي، بحيث لو انا مش موجود في رئاسه النادي يعني ده التخوف بتاعه ان مفيش الناحيه الماديه تكون مريحه بالنسبه لنا. طيب تمام. انت دلوقتي احمد شديد قناوي بيقول ان انا عقدي بيقول 1,500,000 بعد السنه الاولى. دلوقتي العقد 2010 2011 على هذا الكلام. اتفضل. هو احمد عارف كويس جدا هذا الشرط موجود في العقد من 2012 2013. الدليل على كده ان مضينا عقد في سنتين اللي هو من 2012 من 2011 2012 و2012 2013، ورحنا نوثقه في اتحاد الكوره قالوا لا. نزلوا العطار قال لا يا جماعه احنا تضيفوا السنه دي هو الموسم 2010 2011. فرجعنا ومضينا شديد عادي تاني، ومضى تحت كلمه 2011 2012 اللي هو شرط الجزائر. طب معلش يا استاذ كامل، انا جايبها على الشاشه بس عشان الناس تقراها. يحق للاعب، شفتوا الاتحاد المصري لكرة القدم شروط خاصة، يحق للاعب الانتقال الى اي نادي اخر بعد انتهاء